فيديو جميل جدا طالع ترند في المغرب وفي العالم العربي وخاصة على منصة اكس، وخاصة الإخوة الإماراتيين بيتداولوا هذا الفيديو لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الله يديله الصحة ويشفيه يا رب ويبارك في عمره. شوف ماشي في وسط الناس، ده العادي على فكرة، ده طول عمره كده من أيام ما كان ولي عهد. الناس تلاقاه ماشي في الشارع كده، تلاقاه ماشي بالطوموبيل، واحد معدي الشارع زي ما كان في الشمال، واحد صور واحد في الشمال بقطع الشارع من ممر الراجلين، لقى الملك واقف له على ما يعدي في ممر الراجلين عادي زي اي مواطن. واحد تاني قبل كده نشرت الفيديو قاعد في قهوة اللي هي قصاد القصر الملكي في تطوان في ساحة الفدان. حاجة مدهشة. القصر في قلب المدينة مع الناس، جنب الناس عادي جدا، وناس قاعدة في قهوة قدام القصر. واحد بيتسلف يقول لهم الملك هيطلع من القصر اهو، لقوا الملك طالع. يتسلف على القهوة يتقهوى. كان يوم العيد الأضحى من كام سنة. واحد سعودي تاني ماشي في درب السلطان هنا لقى القصر الملكي، وده القصر اللي فيه الملك، اللي بيروحوا الملك يعني مسكون، مش قصر أثري يعني، ده بيروح الملك فيه. فين؟ في درب السلطان. فين؟ في حي شعبي يعني. تقطع القصر اهو، سور القصر اهو، تقطع الشارع السكان المدينه المغاربه الناس، وبيروح الملك وبيجي وساكن فيه لحد دلوقتي. يقول لك اول مره اشوف قصر ملكي في وسط الناس. اه، ده الملك نفسه في وسط الناس. والناس مره نشرت فيديو واحد تابع الملك بالطوموبيله يكلكس له تيت 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 سيدنا يكلكس للملك، والملك شاور له. الله ينصره، الله ينصره. ما يحبوهوش يحبوه نص. الله يطول عمره. ما يقولوش عاش الملك عاش الملك، كلنا عياشه. والمفروض الكل يكون انا ليه عاجبني الفيديو الاكتر ناس بتبرتجيه او بتشيره زي ما بنقول في مصر هم الاماراتيين. ليه؟ لانهم شعب سوي، شعب المفروض كده. انت كاي جنسيه اخرى، سيبك بقى من انك تكون خاوه وما يربطنا ومسلمين الوحيدين في الكون والباقي يهود وهو المجتمع المحافظ والباقي مش عارف ماله، وهم قبله صور، والرجله ولدت في الجزائر. ده المفروض هو ده اكتر واحد يكون هو مدافع عشان الاسلام، واللهم وحد البطيخ والخرط. مات ليه مالك ومال؟ بالعكس، ما تحبوش ليه؟ ما تحبوش ليه؟ مالك وماله؟ لا دول صفاتهم وده صفته. طب وبالبلغه اللي حاكمك ده، انت اللي حاكمك مش عارفين نقول كنيته، ما يخرب بيك مش عارفين نقول كنيته. يقول لك اصل اي بطيخ، اي عبث، مع ان خيره وخير ابوه وجده على الجزائريين لا يعد ولا يحصى لحد النهارده، رغم كل ما يفعلون من بوليزاريو، طرد مغاربه، مليارات انفقت لتسويق سمعه المغرب ولتقسيم المغرب، يقول لهم اليد الممدود. ما حصلش. ورغم ذلك انهم يختشوا، يستحوا، يحسوا باي حاجه ابدا على الاطلاق يا راجل. انما الاماراتيين وليه لا؟ انا ولا غيري ولا اي جنسيه عربيه، مش اللهم واحد والعرب والعروبه والاسلام ويد واحده واسرائيل عايزين نتحد. طب نتحد ازاي؟ نسب حكام بعض ليه؟ انت مالك وماله؟ برضه القرقور ده السيسي مالك وماله؟ طيب يا عم احنا وهو ناكل بعض، انت مالك؟ ما تخليك في البلغه اللي حاكمك ده، ولا حاكمك ده بني ادم اساسا. بن زايد صفته ونعته والامارات ودويله مالك وماله؟ هو عاجبهم وهم عاجبينه يا عم، انت مالك؟ طب هنتحد ازاي؟ يقول لك لا الانظمه كلها جعل الانظمه، يا عم وانت مالك برضه؟ وهل هذا هيبقى فيه اتحاد وهيبقى فيه تحرير فلسطين وهيبقى فيه امه مسلمه متجانسه واحنا بنعمل كده؟ مالك؟ ليه قله الادب؟ ما تخليك في اللي انت فيه يا عم. ما تكلم رئيسك اللي حاكمك، هو انت اولى بيه وهو اولى بيه. قوم عندك الاول وهات لنا عمر بن الخطاب، ولا هات لنا صلاح الدين الايوبي يا عم واحنا نقلدك. انما انت عندك واحد في مصر يقولوا لي انت تهين الرئيس وبتقول عبد المجيد ما اعرفش ايه. قلت له انت عارف ايه؟ ده كويس ان ما نعرفش ايه. انت لو عرفت ايه هتقول لي ما نعرفش ايه. وقلت له ايه؟ قال لي يا نهار ازرق. قلت له ما اعرفش. قلت لك
يبقى ايه؟ قال لي ما اعرفش ايه. يا نهار اسود. قلت له يا عمي ده لا. انما هو ربنا يطول عمره وشعبه بيحبه، وهو هتلاقي ده يا عم جيد لما بيروح اي مدينه، اي مدينه بيقفلوها، وايام ومحاصره وتفتيش ويقفلوا طرقان. الملك على طول كده، من ايام ما كان ولي عهد الناس بتلاقيه ماشي في وسطهم عادي جدا ويحبوه ويجروا عليه ويا سيدنا، والله يطول عمره. عاش الملك. ليه لا؟ فاهم؟ ده اللي انا عايز يعني هم في هؤلاء اللي حكمهم صايع، صايع والله العظيم يا ناس. محمد ابراهيم بوخروبه الشهير بهواري بومدين صايع ونصاب بلسانه هو، صايع ونصاب بلسانه هو، وجعل منهم زي ما انت شايفهم كده منبوذين في العالم بسبب السلوكيات بتاعت صايع ونصاب. حكمهم صايع ونصاب هيطلعوا ايه؟ الخير رفوير. بلسانه هو بيقول اشتغل عراف في طرابلس، عراف ابين زنا بين واشوش الوادع، نصاب، شواف. ها هو ده بلسانه هو، ده مكتوبه كده، اكتب هواري بومدين عراف في طرابلس هتلاقيها منشوره عنده في جريده الشروق، من كتاب هواري بومدين الحلم الذي لم يكتمل لمحمد شيروف. محمد شيروف اللي كان رفيقه في رحلته الى القاهره، اللي بيقول لك مشي على الاقدام عشان يدرس في الازهر. اقسم لك بالله العظيم لم يدخل الازهر برجله، ما دخلش الازهر برجله. واللي يطلع لي شهاده باسم محمد ابراهيم بوخروبه او هواري بومدين انه درس في الازهر الشريف، هبطل الشغلانه دي وهعتذر، وليك عليا هبطل. انا سالت مفيش في سجلات الازهر، ما دخلوش برجله. رجع بقى ايه؟ نصاب شواف في طرابلس بلسانه، رجع يقول لهم بقى درست في الازهر وكانت رحله على الاقدام للدراسه في الازهر. ازهر مين؟ والله ما دخلوا برجله، بالله 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 ما دخلوا برجله. وحكمهم صايع خلاهم، وجه من بعده بقى كلهم، كلهم اقسم بالله ما تجمعهم نص بني ادم. الشاذلي من جديد وزروال والتاني ده اسمه ايه، وبوتفليقه وكلهم ألعن من بعض. ما فيش الا ابو ضياف الله يرحمه ما استمرش كام شهر وتربكت قالوا له مع السلامه مات مسكين. انما هنا وضع مختلف، ولذلك اللي يقول لي بقى نتشابه ونشبه وانا ده والله ما في اي شيء. قول لي في ايه وانا اقول لك في ايه. اللهجه لا، كذب. دول فرنسيس، دوزيان فرنسيس، احنا اللي عرضناهم للاسف. الايه السلوك لا خالص اطلاقا. اللي يقول لك كده كذاب مش فاهم حاجه. الايه في ايه التراث اقسم بالله ابدا، بل بالعكس كانوا المغاربه هناك لحد ما طردهم بوخروبه، والحمد لله انه فعل، فانتهى كل ما كان يفعله المغاربه هناك. كان المغاربه اللي عاملين، اما لما حكموهم زمان ايام الموحدين والمرابطين، واما ان بعد كده لما راح المغاربه كانوا بيروحوا. ايه تاني؟ قول لي في ايه والله يتشابهوا في إيه؟ في السلوك لا، اجتماعيا لا، نمط العيش لا، اللهجه لا. في ايه؟ ما اعرفش جت منين الكذبه دي، ما اعرفش، ما عنديش فكره. انما هي اطلقت لتسكين المغاربه وتخديرهم، واقعد انا اقول فيكم اقول واعمل فيكم اعمل، وتيجي تتكلم وترد. وده الطبع الجزائري. الجزائري عايش بمنطق ضربني وبكى وسبقني واشتكى. حتى معايا يعني، انا معايا سنه كامله بقول لهم يا ناس عيب ما يصحش، يا فيفا عبده يا ليلى علو يا بلد بعت رقصات لجنود الاحتلال يلي يا ناس عيب. فلما لبيته سنه بيشتمني، لبيته قام رايح لمصر موت يا حمار الحقوا عشان عايش في المغرب وبيشتمنا وبيقول لنا شوفوا احنا بنحبكم. رحت قلت له خد شوف. قال لي سير الله يعاون. قلت له هم طبعهم كده زي بن بيل، حجرونا حجرونا يا اخوان. هو اللي اعتاد على المغرب اساسا، هو اللي اعتاد على المغرب. لما المغرب لبوا قام حجرونا، ومن بعدها ما بيتواجهش مع حد وجها لوجه، عمره ما تواجه مع حد وجه. يجيب بولوزاريو ويطلقوا على المغرب. حتى معايا انا يجيب لي دلوقتي بلطجيه ونخانيخ وجرابيع وتفهين ورقاصين ويطلقهم عليا. بناتكم ماليش دعوه، وحياه امك.
على عمه. ابشر ابشر، واللي يقع يسد. عرفت بقى. انما الملك محمد السادس، انا واحد من الناس مصري، لما حصل عمليات ارهابيه عندي في شرم الشيخ راح على رجله ومشي لوحده في بلد المفروض بقى حصل فيه عمليه ارهابيه، مشي لوحده عشان يبعث رساله طمانينه للناس ان مفيش حاجه في عاصمه السلام في شرم الشيخ. وقابله هاني رمزي، اكتب على اليوتيوب واقراها من هاني رمزي الممثل، قال لك قابلته ماشي لوحده، قلت له انت ماشي لوحدك؟ قال له اه انا في بلدي وسط اهلي. ده ما نقولش عاش الملك، الله يطول عمر سيدنا. تونس لما حصلت عمليات ارهابيه 2015 راح هناك، كان المفروض يروح 3 ايام ومشي في الاسواق يتصور لوحده عشان يوري العالم ان تونس امنه. ملك اهو ماشي لوحده. وبعدين لما لقى الرساله كده قعد 15 يوم، مع انه كان رايح على انه يوم ولا 2، قعد 15 يوم ودار تونس كلها على رجله لوحده يتصور مع الناس عشان يوصل رساله. هل جرف في قيسون ارنب؟ ان الارنب والدجاج. وقعد يقول لهم شعر ويجري ورا الجزائر. الله يطول عمره ويحفظه والله العظيم. ولا تخرج من الفيديو قبل ان تقول عمر يا مغرب. دي الحكايه. اشوفكم على خير.